لحظة يا بترين، لحظة يا بترين. سياسي دولة الرئيس. لحظة يا بترين. ما رح نسمع هيك. لحظة يا بترين، خلوني اسمع أنا. مؤسسات الدولة واقفة، ما في شي عم بيخدم المواطن. قرر المواطن وبطريقة حتى لو كتير محدودة انه يقول رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التويتر. عمل هاشتاج اسمه لا للتمديد، بس مع هيدا كله فشل، لأنه النواب اللي موجودين عنا بالبرلمان اللبناني قرروا انه يمددوا لحالهم، يضلون موجودين على كراسيهم وما يخلوا المواطن حتى يقول رأيه. ولأنه إذا قررت يا عزيزي المواطن اللبناني أنك تقول رأيك أو بتاكلها قتلة أو بتفوت على الحبس، وخاصة إذا كان بوجه النواب بالبرلمان اللبنانية. فكرمال هيك قررنا أنه ننزل على الطرقات لحتى نحكي مع مواطنين لبنانيين ونعرف رأيهم بالتمديد اللي صار لمجلس النواب. شو رأيك بموضوع التمديد بالبرلمان ومددوا لحالهم النواب؟ طبعا هيدا شيء غلط. مع التمديد أو لا؟ أنا ضد التمديد طبعا، ومعه استثنائيا كان أول مرة تمددوا أوكي مش مشكلة، بس كان في فترة طويلة من بين الأول تمديد والتمديد لازم كانوا يعملوا حسابها هيدي الشغلة. وأنا بقول إنه يعني هي مقصودة يعني بشكل غير مباشر كانت. يعني مع التمديد بالمجلس النيابي أو لا؟ مع التمديد. ليش؟ لانه هيك الحياه تبدل، لانه كله ما بده ينتخبوا رئيس، يعني اذا ما مددوا بيفلت البلد اكثر ما هو فلتان. بس انت ضد الكل بهالفكره؟ لا ضد الكل، هم مزبوط هذا الحق، يعني يفكروا فيها شوي بيلاقوا مزبوط انه لازم يتمدد لهم. بعدين حيلاقوا احلى من رئيس نبيه بري، يعني يجي رئيس مجلس ما حيلاقوا، لو بيبروا الكون كله. لحظة يا بترين، لحظة يا بترين. سياسي دولة الرئيس. لحظة مع التمديد للبرلمان او لا؟ هلا هن اخذوا قراراتهم بدون ما يرجعوا للشعب يلي هو انتخبهم بالاساس، بس الظاهر تعودوا، فما فالج ما تعالج، ما في امل. بس شو رايك؟ بمحل معهم وبمحل لا. لو رجعوا للشعب ورجعنا انتخبناهم هن نفسهم، لانه هذا الطقم ما حيتغير، هذا في شويه ديمقراطيه، بس لا، لانه ما رجعوا للشعب بس. اكيد لا، مش مع التمديد. مش مع التمديد لأنه حرم فئة كبيرة من التعبير عن رأيهم، خاصة الجيل الجديد. يعني بعد يعني لنقول أنا بعمري صرت منتخب كذا مرة، مثلا ابني شاب بعد ما انتخب، يعني حرموا من شو بدي اقول لهم للنواب هلا. والتمديد حصل لأنه ممكن يكون لظروف أمنية، يعني ما حداش بيعرف، بس ما بحبهم ايه، ما يفلوا واحد بيمدد لحاله، عرفتي كيف يعني. ايه ما قصتنا اكبر من هيك، بس هن عم يتسلوا يعني. ايه. لا شو رايك بموضوع التمديد؟ مثل ما نفس الشيء، يعني بالقوه، هذا فرض واقع. هل انت مع التمديد او لا؟ اكيد بقول لك ايه. وخليهم يشرحوا ويمرحوا كيف ما بدهم. ايه مع التمديد. مين بحاسبهم؟ انا. انت كمواطن ليه ما بتحسبهم؟ كيف حاسبهم؟ تنزل بتتظاهر ضدهم؟ وين بتظاهر؟ انزل واقف بالشمس كرمال نيب عم بيجدد لحاله. شو صاير علي؟ مبسوط ومرتاح. بقول لهم الله يوفقهم. شو بدي اقول لهم؟ حكيت ولا ما حكيت شو بيطلع، شو بقدم وشو باخر يعني. هذا الشعب كله ما بده يمدد وهن عم يمددوا، ومين بيقول لهم لا؟ لحظة يا بترين. ما رح نسمع هيك. لحظة يا بترين، خلوني اسمع أنا. ابدا؟ مع التمديد او لا؟ لا تجليط التمديد. طيب ليه ما تظاهرت ضدهم مثلا؟ خلي شو تظاهروا لما تظاهر الواحد من اللي عم بيصير يعني عصابي حق بالبلد، بس هذا بدهم اياه. ما بقى بيعنوا لنا، يعني ان كانوا لما كانوا ما عملوا شيء، وان مددوا ما راح يعملوا شيء، واجا غيرهم ما راح يعمل شيء. هيدا البلد اكس بالنسبه لإلي. أما شو قالت مواقع التواصل الاجتماعي؟ في عنا على التويتر مثلا بهاشتاج لا للتمديد. خلينا نشوف العالم شو قالت. جواد شاهين: التمديد غير دستوري ولكنه شرعي، فالشرعية تأتي من الشعب الذي لم يعارض إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا للتمديد، لا لانعقاد الجلسة. وعنا تويت تانية من موسى إبراهيم بيقول:
النائب المعترض على التمديد فعلا عليه بالاستقالة. مكرم كامل: في نظام طائفي فاسد وقانون انتخابي انتقائي، كل المجالس النيابية المنتخبة أو الممدد لها بتحمل ذات الوجه. المجتمع انقسم بين موافق ومعارض للتمديد، أما الحقيقة بتقول إنه مجلس النواب بعده موجود على الساحة حاليا، والنواب قرروا إنه يجددوا لحالهم ومشوا بهذا الأسلوب. في نوع من تواطؤ ما بين الطبقة السياسية والناس. يعني كمان أنا برأيي الناس مسؤولة، إنه ما بتقدر ترفع مسؤوليتها طالما أنها هي عم تنتخب، وكانت بتقدر إنها تتظاهر، كانت بتقدر تحتاج، كانت بتقدر تحكي. لأنه شيء طبيعي إنه هذه الطبقة السياسية وصلت لطريق مسدود، وصلت لأزمة، خاصة إنه النظام السياسي ككل هو أصبح نظام فاشل. رئيس جمهورية مش موجود، حكومة تقريبا يعني عصوص ونقطة مثل ما بيقولوا، وضع كتير مهتز، ومجلس النواب صار ممدد لنفسه أكثر من مرة، وهذا دليل تمديد للأزمة السياسية اللي هو مستمر. هالتمديد كمان صار بسبب تأزيم الوضع الإقليمي، تأزيم الوضع الداخلي، وصلت الطبقة السياسية إلى طريق مسدود، فاضطرت أنها تمدد لنفسها، وهذا الشيء بيتناسب مع مصالحها. أما السؤال اللي بدنا نطرحه، شو في بعد التمديد؟ شو رح يتقدم للشعب اللبناني من حقوق ومطالب بعد التمديد؟ فابشروا منذ الآن أن لا انتخابات في لبنان.